عارفين ان في واحد موجود من بداية الخليقة ولسه عايش لحد دلوقتي؟ اتولد أخنوخ من زمان جدا من ساعة آدم، فأخنوخ عاش مع آدم حوالي 308 سنة، وده لأن أخنوخ يبقى السابع من بعد آدم في البدايات خالص. وعاش أخنوخ مع آدم، وآدم حكى له وكلمه عن الله وحكى ليه قصته مع ربنا في الجنة، وساعتها حب أخنوخ ربنا قوي لدرجة إن الكتاب المقدس ما ذكرش عنه إلا آية واحدة بس، والآية دي غريبة جدا، فبتقول: وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. فأخنوخ عاش على الأرض 365 سنة، اتجوز وخلف وهو عنده 65 سنة بس، وساعتها خلف ولد اسمه متشالح، ومتشالح هو أكتر إنسان عاش على الأرض، فمتشالح عاش 969 سنة، وبعد ولادة متشالح عاش أخنوخ مع الله 300 سنة، وأخنوخ وإيليا هم الوحيدين اللي ما ماتوش ولكنهم لسه عايشين لحد النهارده. وزي ما عرفنا من شرح سفر الرؤيا في 10 دقايق بس الموجود على قناتنا، ان ايليا واخنوخ هينزلوا في الايام الاخيره ومعاهم قوه مش عاديه علشان يحاربوا بيها الشيطان. وايليا واخنوخ محدش يعرف هم موجودين فين بالظبط، ولكن الاكيد ان هم ما ماتوش، فممكن يكون الله اعد ليهم مكان تاني علشان يعيشوا فيه لحد ما يرجعوا تاني في الايام الاخيره. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب قربني منك اكتر، خليني ماشي معاك، فرح قلبي وابعد عني عدو الخير، وابعدني يا رب عن كل شر وكل هم وكل تعب.